السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم بألف خير وسلامة ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الصابلي مالح كيجي رائع وممتاز وفي غاية الروعة، ممتاز جدا وهائل وبنين ما تشبعوش منه. هنا ندوز معكم المقادير. عندي الجبن احمر، عندي الجبن ديال البواطه، عندي الجبن المثلثات، عندي قبيصه الملح، قبيصه الابزار، راس معلقه ديال الثوم بودره، وراس معلقه ديال البصل بودره، ومعلقه كبيره د لاموطارد، و250 غرام د الزبده درجه حراره المطبخ، وعندي كاس ديال الزيت وجوج بيضات. هادو والملح، وهادو هما المكونات اللي في هاد الصابلي كيجي رائع وبنين وممتاز ما تشبعوش منه الا دقتوه. هائل ومذاق رائع وفيه مكونات يعني غنية. عندي درت فيه، نسيت ما ذكرتش لكم، واحد المعلقة ديال الصوجة. كنجمعو هاد الصابلي ديالنا وكنمزجو العناصر مع بعضياتها، كنديرو الدقيق حسب الخليط. انا نجمع الدقيق ونجمع هذا الخليط ان شاء الله باذن الله، ونرجع معكم ونخليو العجينه ترتاح واحد الساعه ولا ساعه ونص في الثلاجه، ونرجع معكم ان شاء الله باش نبغيو نبسطوها. بعد ما كنطلقوها بهذا الشكل هكذا، كنديروا النصف العجينه كنطلقوه النص، وكنديروا جوج بلاستيكات، بلاستيك الغذائي جوج، وحده من الفوق وحده من التحت، وكنبسطوا بالبلات. هذه العمليه كتجينا بسيطه وسهله احسن ما كنطلقوه بالدقيق، كيبقى تشرب لنا ديك الزبده الدقيق، كيجينا العجين قاصح وما كتبقاش عندنا الصابلي في المذاق اللي كان فيه في الاول. وكنبسطوا بهذه الطريقه تنطلقوا العجين كامل، وكنجيبوا واحد قطاعه يعني ما تقيدش القطاعه اللي درت انا، درت قطاعه مربع، ولكن نتوما ديروا القطاعه اللي حبيتوا واللي كتفضلوا اكيد يعني. الشكل اللي بغيتو، كاين مستطيل معين، كاين بزاف الاشكال لي موتيف، كاينين بزاف اللي بغيتو تخدموهم. كنجيب هنايا واحد لاطه ديال الفران وكندير فوق منها الصابلي ديالي وكندخلو الفران كيطيب. عفوا، بعد ما قبل ما ندخلوه الفران، سمحوا لي على هاد الغلط، قبل ما ندخلوه الفران كندهنوه فاش كنقطعوه، كنحطوه على هاد السيلباط هادي، وكندهنوه ببيضه كامله، كندير فيها شويه ديال صوص صوجا. صوص صوجا راه ما ذكرتهاش لكم في المقادير، حتى هي راني درتها. الصوجا ثقيله يعني ماشي ديك خفيفه. كنرشوه بشويه ديال البافو، كنجيبو جوج زريعات ديال القرعه وكنصاوبو 4 ديال الزريعات بالقنيتات ديالو كيف واضح لكم في الصوره، كيف كيتبين لكم في الصوره، وكنضغطوا عليهم شويه باش ما يتبتوا لينا، ما يبدا فاش يطيبوا ما يطيروش. وكنجيبوا شويه ديال الجبن الاحمر وكنضيفوه من الفوق، وكنبقاو مستمرين بهذه الكيفيه هكذا حتى تنساليو الصابلي ديالنا كامل ونديروه في صحن التقديم. شكله كيجي رائع وبسيط، ولكن فيه مكونات رائعة وغنية. يعني فيه الجبن على 3 ديال الاشكال ديال الجبن اللي درت فيه، يمكن لكم ديروا غير جبن مثلثات فقط. المهم انا هاد الصابلي هذا درتو يعني غني بهاد الجبن هكذا، كيجي من الداخل فيه وكيجي من على برا، كيجي روعه. ملي كتمضقي المذاق الصابلي كتعرفي كتاكلي صابلي مالح، ماشي كتاكلوه غير العجينه فقط. كندخلوه وكنديروه في الفرن، في صينيه الفرن، وكندخلوه الفران يطيب. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما كيوجد لينا الصابلي، كيجي على هذا الشكل هكذا. هاد الصوره والاضاءه ما عاطياش حقه،
كنتمنى الفيديو يعجبكم ويروقكم ويستحسنكم ويعجبكم الفيديو، بارطاجيو مع الاهل ومع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على الجميع، وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تدعمونا بارائكم وانتقاداتكم كذلك. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم خليكم مع الصور الجميله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي فيديو اخر باذن الله.